والجنة أدخلنا الله وإياكم كتب الله لأهلها الخلود الأبدي فيها. وقد مر معنا مرارا، وهذا من حسن القول الذي يكرر: إن من أهل الجنة لمن ينظر إلى وجه الله بكرة وعشية. ولا يمكن أن تكون هناك عطية أرفع من أن يصل العبد بإيمانه وأعماله التي هي من رحمة الله إلى مقام يخلد فيه في الجنة ويمتع برؤية وجه الله بكرة وعشية. والله إن البشر ليقع على وجهك وأنت ترى والديك، فكيف إذا رأيت ربك ورب والديك؟ كلما دعاك الشيطان إلى أن تعصي الله فتذكر ما نعمة أن يجعلك الله ممن يمتع برؤيته، فإنك إذا تذكرت جلال الله وعظمته وجماله وكماله اشتاق قلبك إلى هذه النعمة. وهذا والله أعظم، إذا وقر في القلب أعظم ما يحجم بالعبد عن المعاصي. قال الله عن أهل معصيته يبين نكاله لهم، قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يمنعون يحجبون من رؤية وجه الله. فدل على أن أعظم النعيم رؤية وجه الله الكريم جل جلاله. ونحن على يقين أن أعمالنا، أقوالنا، أفعالنا، سرائرنا لا تؤهلنا لهذا الأمر البتة، لكن كما نقول في هذه الدروس وغيرها: المعول على رحمة الله وحسن الظن به جل وعلا. من منا يا جماعة يستطيع أن يذبح هواه قربة إلى الله؟ من منا يستطيع أن يفتح جواله الآن ويمر في الاستديو على الصور الخليعة ويمر على الأغاني ويمسح، يقول: وعزتك وجلالك يا ربي إنك تعلم أني ودي أخليها في الجوال وأنا أستمتع بها، لكني مسحتها عشانك أنت، لأني أحبك يا ربي حبا عظيم، عشانك أنت. يدخل الواحد يجي عند كمبيوتره ويدخل على الأشياء المحرمة ويمسح ويحذفها من المحذوفات مباشرة ويرفع يده يقول: وعزتك وجلالك تعلم أني ودي أنظر إليها، لكني مسحتها عشانك أنت، لأني أحبك يا رب العالمين. إذا كان عنده هارد ديسك في أفلام محرمة، عنده فلاش ميموري في أفلام محرمة، عنده ذاكرة جوال، عنده شيء إما يتلفه وإما يمسحه، يرفع يدينه يقول: وعزتك وجلالك يا رب إنك تعلم أن نفسي تشتاق إلى هالصور والأفلام وعيني تشتاق إليها، لكني أتركها عشانك أنت، لأني أحبك يا رب العالمين. إبراهيم يذبح ولده يقول: عشانك يا ربي أنا أذبح ولدي عشانك. أنت ما أنت قادر تمسح مقطع، ولا تمسح رقم بنت، ولا تبر بوالديك، ولا تترك محرم، أو تترك وظيفة محرمة، ولا تترك مال حرام، ولا تترك تعاطي مخدر، ولا تعاطي حشيش، ولا تعاطي دخان عشان وجه الله. إبراهيم يقول الله: فلما أسلم عشانك أنت يا ربي لأني أحبك أذبح ولدي، حبة قلبي وثمرة فؤادي اللي طالما ضميته وشميته أذبحه عشانك. أنت ما أنت قادر تذبح هواك، تذبح المنكر، تذبح مراد الشيطان لأجل الله. وين الإيمان يا أخي؟ وين التعلق بالله؟ وين حب الله في القلب؟